بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. معاكم المهندس أحمد مصطفى، شركة الشرق الأوسط للاستثمار والتطوير الزراعي. النهاردة في فعالية ازرع شجرة وخضر بلدك، والحمد لله والشكر لله بدأنا بسيادة معالي الوزير الزراعة الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تمام، بزراعة شجرة بولونيا باسمه. أول واحدة نزلت الحمد لله والشكر لله، تمام. يليها سيادة الدكتورة دينا المنزلاوي رئيس المبادرة معانا. يليها سيادة اللواءات القوات الجوية، من لواء طبيب محمد أشرف صلاح الدين مدير المستشفى الجوي اللي احنا موجودين فيها. والسادة اللواءات زي ما انت شايف في الحديقة دي زرعنا ازرع شجرة للبولونيا ال001 الصديقة للبيئة. تعال يا محمد كده. السادة اللواءات كده اهو، تمام. تحياتي ليكم. معاكم المهندس احمد مصطفى، الشرق الاوسط للاستثمار والتطوير الزراعي. النهارده فعالية ازرع شجرة، النهارده 11/9/2024، والحمد لله والشكر لله قدرنا نعمل فعالية ازرع شجرة داخل المستشفى الجوي. ودي مواصفات الشجرة بتاعتنا اللي هتحافظ على البيئة، المنتجة للأكسجين والمنتجة لأجود الأخشاب العالمية. خلينا نبقى سبب في الخير، زي ما بنفكر في الشرب وزي ما بنفكر في الأكل لازم نفكر في الهواء، لازم ننقي الهواء. فالمبادرة ديت هنعممها إن شاء الله في الفترة الجاية على مستوى الجمهورية كلها في كل مستشفيات مصر. نحاول على قد ما نقدر نظبط الأكسجين اللي موجود داخل المستشفى في المحيط، ونقدر نمتص عوادم السيارات والكربون دايوكسيد المضر بالبيئة والمضر بكوكب الكرة الأرضية واللي عامل ظاهرة الاحتباس الحراري. تحياتي ليكم، وربنا يقدرنا في الفترة اللي جاية من فعالية لفعالية، والحمد لله والشكر لله. للزيارة الحديقة موجودة معاكم اهو في المستشفى الجوي. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات الشرق الأوسط للاستثمار والتطوير الزراعي، بولونيا الشرق الأوسط 001. السلام عليكم ورحمة الله.